بتبدأ أحداث فيلمنا سنة 1981 في بلدة موجودة في كندا اسمها ريد كراون، ودي كانت موطن لكتير من السكان الأصليين. وبيظهر لنا الراجل الطيب ده اللي اسمه جيسكو وهو بيصطاد شوية سمك من البحيرة، وبعد ما بيخلص بيروح علشان ينظف السمك بتاعه ويشيل أمعائه ويغسله كويس. ولكن بيتفاجئ الراجل العجوز إن السمكة اللي نظفها وشال أمعائها بإيده بتتحرك قدامه وبترجع للبحر من تاني. وبعد كده بنشوف راجل تاني اسمه تايلور، وده ظابط في المدينة، وبتجيله مكالمة إن في كلب بيحتضر ومحتاجينه إن هو يتعامل معاه، وده كلب زوجته السابقة جو. ولما وصل لاحظ ان الكلب اكل حاجة سامة وسببت له ألم شديد، فحاول تايلور بكل الطرق ان هو ينقذه، ولكن في النهاية ما كانش قدامه اي حل غير ان هو يسيبه على جنب لحد ما يموت. بعد كده دخل البيت علشان يقابل جوش، واللي كانت بتشتغل ممرضة في البلدة الموجودين فيها، واللي بتقوله ان ابنها جوزيف اتمسك في بلدة تانية، وكان معاه اخوه الغير شقيق ليسول، واللي انجبه تايلور من واحدة تانية اسمها كلوركس. وطلبت منه جوش انه يروح القسم فورا علشان يخرج ولاده من هناك، ولكن قال لها تايلور ان هو هيستنى شوية علشان يتعاقبوا ويحسوا بالمعاناة. وبعدها اخد الكلب الميت وركب العربية وراح يقابل والده، واللي بنكتشف ان هو الراجل الطيب اللي قابلناه في اول الفيلم اللي اسمه جيسيكو. بعدها وراه جيسيكو السمكة اللي لسه بتتحرك رغم انه شال احشائها تماما ولكنها لسه عايشة. فبيتصدم تايلور جدا وبيقول له ان هو عمره ما شاف حاجة زي كده ابدا في حياته، وبيبان على وشه ان هو خايف جدا ومصدوم من المنظر. بعدها خدوا السمكة لبره وبدأوا ان هم يحرقوها، وفي نفس الوقت بيلاحظ سولر ان في حركة غريبة في شنطة العربية بتاعه، ولما بيفتحها بيلاقي ان الكلب رجع تاني للحياة بشكل صادم وبدأ ان هو يهاجمه. والحاجة دي خلت تايلور يخاف جدا وبدأ يضرب عليه نار، وبعدها قرر ان هو يحرقه هو كمان. ولكن اثناء كلامهم بيلاحظوا ان السمكة بتتحرك رغم احتراقها بالكامل. وبنروح بعد كده للزنزانة الموجود فيها جوزيف وليسول، واللي بيلاحظوا ان في سجين بيقرب منهم وبينزل دم من بقه. وقتها خافوا منه جدا واترعبوا من المنظر، وساعتها السجين اتصاب بالجنون وبدأ ان هو يهاجمه، وقدر ان هو يعض جوزيف من كتفه. وفي الوقت ده وصلت الشرطة وفضلوا يضربوا في السجين لحد ما فقدوا الوعي. بعدها بيروح تايلور وجوش لمأمور السجن، اللي بيقول لهم ان اولادهم اتقبض عليهم علشان كانوا بيتسلقوا الجسر وبيعملوا بيبيع على الناس اللي ماشيين بعربياتهم، ولكن بيدفعوا لهم كفالة وبيقدروا ان هم يخرجوهم من السجن. وبعدها اخدت جوش ابنها جوزيف بالعربية علشان توديه المستشفى، وفي طريقهم فضلت تهزقه على عملته اللي هو عملها دي، وانه دايما جايب لها المشاكل. وكمان قالت له ان هي مش عاوزاه يمشي مع اخوه ليسول مرة تانية. بس جوزيف بيقول لها ان اخوه بيمر بفترات صعبة من وقت وفاة امه، وخصوصا كمان ان تايلور اتخلى عنه تماما، وبيوعدها ان هو مش هيعمل مشاكل من هنا ورايح. ولما بيوصل جوزيف على المستشفى بيقابل صديقته تشارلي، واللي بتكون حامل منه وجايه تعمل عمليه اجهاض للجنين. ولكن جوزيف بيتوسل ليها ان هي تسيب الطفل، وبيوعدها ان هو يهتم بيه وهيتحمل مسؤوليته. فبتقتنع تشارلي بكلامه وبتقرر بالفعل ان هي تسيب الطفل. وفي الوقت ده جوش كانت بتدور على جرعات من لقاح معين، ولكن زميلتها بتقول لها ان هو خلص، وان في عدد كبير جدا خلال ال 24 ساعة اللي فاتت اتعرضوا للدغات من حيوانات غريبة. وفي اللحظة دي اتصابت ممرضة بالجنون وبدأت ان هي تعض الاشخاص الموجودين في المستشفى، ولكنهم بيقدروا ان هم يسيطروا عليه. وبالليل بتيجي مكالمة لتايلور من واحد من سكان المدينة اسمه شوكر، بيقول ان صديقته بتتصرف بغرابة وبتحاول ان هي تهاجمه. ولما بيوصل تايلور لعنده بيترعب جدا لما بيشوف الست بتاكل طفلها اللي لسه مولود، ولما بيحاول يوقفها بتبقى عدوانية اكتر وبتضربه وبتحاول انها تعضه. ومع ذلك قدر تايلور ان هو يسيطر عليها ويضربها بالبندقية على دماغها لحد ما مات. وبعدها ركب هو وشوكر العربية، وساعتها جات له مكالمة من جوش ان في ممرضة غريبة بتحاول ان هي تعضهم، وان الاوضاع في المستشفى خرجت عن السيطرة. فبيتوجه تايلور على طول على هناك، وفي طريقه لهناك بيقابل عربية اسعاف، وبيتضح ان جوزيف وتشارلي وجوش قدروا ان هم يهربوا من المستشفى بعربية الاسعاف دي، ولكن في ناس مجانين بيحاولوا ان هم يجروا وراهم. وبعد قتل عدد كبير منهم وحرق اجسادهم ادركوا اخيرا ان هم بيتعاملوا مع جائحة من الزومبي. وبعد 6 شهور انتشر وباء الزومبي اللي هم اكلي لحوم البشر على مستوى العالم كله، وتحولت بلدة ريد كراون لمكان محصن. واكتشفوا ان السكان الاصليين في المدينة محصنين ضد مرض الزومبي، في حين ان اللاجئين البيض مش كده.
وده كان السبب وراء نجاة تيلر وجوزيف من الموت بعد تعرضهم لعضة من الزومبي. وفي يوم من الايام بيدخل جوزيف المعسكر ومعاه راجل بيطلب المساعدة لبنته المريضة. ساعتها غضب لسول جدا وفضل يزعق لاخوه ان هو جايب ناس بيض لمعسكرهم وان الناس دول هم اللي بينقلوا العدوى، وهدفه يخلي المعسكر خالي تماما من الزومبي. وبيقرر يضرب النار على الراجل وبنته، ولكن جوزيف وتشارلي بيحاولوا ان هم يمنعوه. وبتحصل خناقة كبيرة في المعسكر لدرجة ان ليسول رفع البندقية ناحية بطن تشارلي وكان بيهددها ان هو هيقتل الجنين اللي في بطنها، ولكن قبل ما يضغط على الزناد بيتدخل تشارلي وبيوقفوا عند حده وبيفحص البنت الصغيرة وبيكتشف انها تعرضت للعض من الزومبي، وبيقول للاب ان بنته ما عادتش على قيد الحياة ولازم يقتلها. وبيدخل الاب للمخيم وبيقضي على البنت بقلب جامد. وتاني يوم بتوصل بنت بيضة للمعسكر تانية اسمها ليليس وبتقعد مع جوش وبتحقق معاها اذا كانت اتعرضت للعض من الزومبي او لا، ولكن البنت بتنفي تماما تعرضها لاي عضة، ومع ذلك بنكتشف انها بتكذب. وبنشوفها وهي في الحمام وهي بتطمن على العضة الموجودة في بطنها من الزومبي. وفي الوقت ده بيضرب الراجل ابو البنت الصغيرة النار على نفسه في الحمام وبيتحول وقتها لزومبي. وساعتها بتشوفه ليليس بس بتقرر ان هي مش هتجيب سيرة لحد. وفي مكان تاني بيخطط تيلور هو والطاقم بتاعه لخطوتهم الجاية من اجل البقاء على قيد الحياة. والطاقم بيكون مكون من جوزيف وشوكر ووالده جيسيكو، وبيكون معاهم واحد تاني اسمه بامبر. وبتكون مشكلتهم في وجود عدد كبير من الزومبي بالاضافه لان الذخائر اللي معاهم قربت ان هي تخلص، وهم حاليا بيستدرجوا الزومبي للجسر وبيخلصوا عليهم باستخدام شاحنه التقطيع. ولكن المشكله الكبيره اللي كانت بتواجههم هي انهم ازاي هيقضوا فصل الشتاء. واثناء مناقشتهم المشكله دي بيجي خبر للتيرر بوفاه والد البنت الصغيره، فبيروح على طول علشان يتعامل مع الموقف. وفي الوقت ده بنشوف تشارلي وهي بتتكلم مع جوزيف بخصوص الطفل، وبتقوله ان هي حاسه ان الطفل بياكلها من جوه، ولانها من اصحاب البشره البيضاء فبتكون قلقانه ان طفلها يكون مش محصن من المرض. بس جوزيف بيطمنها وبيقول لها انه هيحميها هي والطفل بكل روحه. وعلى الناحية التانية بيروح تيلر لجوش علشان تكشف عليه بعد تعرضه للعض من زومبي اكتر من مرة. ولما شال قميصه بنلاحظ ان ظهره متغطي بالكامل بعضات الزومبي، وبتقوله للأسف ان مفيش مخدر ولازم يستحمل الآلام وهي بتخيط له الجرح. وبعد ما بتخلص بيشكرها تيلر على وقفتها معاه وبيكون بينهم لحظات سعيدة. وبالليل بيسكر ليسول جامد وبيشرب مخدرات كتير، وبيروح يعتذر لاخوه جوزيف عن اللي عمله وان دايما عامل له مشاكل بين العيلة، فبيتفهم جوزيف الامر وبيسامحه على طول. وفي النهاية هما أسرة واحدة وقلب واحد. وأثناء اللحظات العاطفية دي بيلاحظ ليسول البنت اللي اسمها ليليس وبيعجب بيها جدا، وبيروحوا هما الاتنين يتكلموا مع بعض. وبعد شوية دردشة منهم وقعدة حلوة بتتحول ليليس فجأة لزومبي وبتبدأ ان هي تاكل في ليسول، فبيترعب جدا وبيصرخ من شدة الألم، وده بيجذب انتباه الناس الموجودة في المعسكر. وبيروح له جوزيف بسرعة علشان يطمن عليه وبيصاب بالذعر لما بيشوف منظره بيتاكل حي. وعلى الناحية التانية بيروح تيلور مع الطاقم بتاعه علشان يجمعوا شوية موارد. وأول ما بيوصلوا لمحطة البنزين بيتعرضوا لهجوم قوي من الزومبي بأعداد كبيرة، بس الطاقم بتاعه قدروا ان هم يخلصوا عليهم واحد ورا التاني وبيرجعوا تاني للمعسكر سالمين. وفي المعسكر بيكون جوزيف قدر يسيطر على ليليس ورابط ايديها وحاطط كيس على دماغها، واخد اخوه علشان يوديه لجوش تعالجه. بس ليسول فجأة بيطعنه بسكينة في بطنه، ولما بيسأله انت عملت كده ليه قال له علشان انا اصلا ما عنديش عيلة وانتوا مش فارقين معايا في حاجة. بس لحسن الحظ جوزيف ما بيتعرضش لاي اصابة مميتة وبيقدر ان هو يهرب من اخوه المجنون. وفي نفس الوقت راح ليسول علشان يحرر ليليس اللي من شوية كانت بتهاجمه وسيبها على كل اعضاء المعسكر، وده ادى لاصابة ناس كتير بالعدوى والناس كلها كانت في ذعر وفوضى مطلقة. وبعد فترة صغيرة رجع تيلور والطاقم بتاعه للمخيم علشان يشوفوا كمية الفوضى اللي المعسكر بقى فيها في فترة غيابه، وعلى طول اتصل بجوش واكتشف ان هي وجوزيف وتشارلي ومعاهم 8 من الناجيين متحاصرين في قبو المجمع، والوقت بينفذ منهم ودقايق والزومبي هيهجموا عليهم. فبيستخدم تيلور الموسيقى بتاعت العربية وبيجذب الزومبي ناحيته، وبيدخل هو والطاقم بتاعه علشان ينقذوا اللاجئين وياخدوهم لمكان آمن. بس ما بيمرش وقت طويل وبيكتشفوا ان في لاجئين تانيين محتاجين ينقذوهم، فبيحاولوا ياخدوهم لنفس المكان الآمن اللي هم كانوا فيه، بس للأسف بيوصل الزومبي وبيحاولوا ان هم يعضوه، فبيضطر تيلور ان هو يستخدم البندقية بتاعه علشان ينقذه. بس لسوء الحظ ده كان اكتر قرار سيء خده في حياته، علشان طلقات البندقية جذبت عدد كبير جدا من الزومبي ناحية المكان اللي هم مستخبيين فيه. فبيؤمر تيلور عيلته ان هم يهربوا وهو هيتعامل مع الزومبي، وبيستمر في القتال معاهم لحد ما بيتغلبوا عليه وبياكلوه حي.
وطبعا المنظر ده بيدمر عيلته نفسيا. وبعدها اخدهم جيسيكو وبامبر بالعربيه بتاعتهم، واثناء ما هم ماشيين بيجي لهم اتصال لاسلكي بان ليسول محاصر شويه من اللاجئين داخل الكنيسه، فبيطلب من جوش وتشارلي ان هم يروحوا لمكان امن، بينما هو وجوزيف هيروحوا للكنيسه علشان يتعاملوا مع ليسول. ولما بيوصل لهناك بيدوروا عليه لكنهم مش بيلاقوه، ولكن بيلاقوا 2 مجانين بيرشوا بنزين على اللاجئين وعاوزين يحرقوهم. ولما بيسالوهم عن مكان ليسول بيرفضوا ان هم يجاوبوهم، وساعتها جوزيف وجيسيكو بيخلصوا عليهم فورا وبينقذوا اللاجئين. وتاني يوم الصبح بيروح بامبر ومعاه البنتين لمكان امن قريب من بحيره، ولكن فجاه بيظهر لهم ليسول وبيطعن بامبر وبيصيبه باصابه قويه. وعرفنا ان خطته الحقيقيه هي صرف انتباه الرجاله علشان يستفرد بتشارلي ويقتلها هي وطفلها، وبيهجم عليها وبيحاول ان هو يقتلها. لكن جوز بتوجه المسدس ناحيته وبتهدده ان هو يسيبها، بس هو بيرفض، فبتقرر ان هي تضرب عليه النار. وقبل ما يموت بيطلق عليهم مجموعه من الزومبي كان مخبيهم في شنطه العربيه بتاعه. وبيبدا الزومبي في مهاجمه تشارلي، ولكن بيوصل جوزيف في الوقت المناسب وبيقدر ان هو يقتل الزومبي وينقذها. ولكن بنكتشف للاسف ان هي تعضت من الزومبي، فبيروح على طول لاخوه ليسول وبيطعنه بالسكينه بيصيبه يموت بدم بارد. وبعدها مشيوا مع اللاجئين علشان يركبوا قارب النجاة الوحيد، ولكن بيتصدموا لما بيشوفوا النار بتاكل فيه، وساعتها بيتحطم املهم في النجاة وبيكونوا مستعدين ان هم يخسروا حياتهم. ولكن لحسن حظهم بيوصل شوكر لمكانهم ومعاه قاربين نجاة، وبيكونوا مبسوطين جدا وبيقربوا عليه علشان يركبوه، ولكن بيهجم عليهم حشد كبير جدا من الزومبي. وساعتها بيقرر جيسيكو ان هو هيفضل وراهم علشان يأمنهم لحد ما يهربوا، بس جوزيف بيرفض جدا وبيحاول ان هو يقنعه يجي معاهم. لكن جيسيكو بيصر على رأيه وبيجبره ان هو يروح مع جوز وزوجته. بعد كده بيحارب الزومبي بكل شجاعة وبيقدر يخلص عليهم واحد ورا التاني وبيقدر يهرب منه. وفي الوقت ده على القارب بتكون تشارلي بدأت تحس بألم الولادة، لذلك ساعدتها جوس ان هي تولد. وبعد معاناة وكتير من النضال جابت تشارلي الطفل اخيرا، واخدوا جوزيف علشان يفحصوا واكد لها ان الطفل غير مصاب، وده خلى تشارلي سعيدة جدا وطايرة من الفرحة. ومع ذلك هي كانت عارفة انها مصابة ولا يمكن تفضل على قيد الحياة فترة اطول من كده، وطلبت من جوزيف ان هو يقتلها قبل ما تتحول لزومبي وتأذيهم. فبينفذ وصيتها وبيضرب عليها النار، وبياخد الطفل وبيقف جنبها وبيفكر هيعمل ايه في مستقبله. وبكده يكون خلص فيلمنا. يا ريت لو انت مش مشترك في القناة تشترك وتفعل زر الجرس علشان ما يفوتكش اي جديد. انا باسل عمر، سلام.